كونجي كوثر، اهلا وسهلا. صح الكو كوكا مش كونجي كامل. مرحبا بك معنا وعودة موافقة. حاضرة معنا ألفة نصيب في الإخراج الرقمي والتنسيق العام للحصة. تنجموا تكلموها على 71 844 411، ومن أمام الميكروفون معكم الثنائي كالعادة، وأنا لا يقطعنا عادة، أمل الرجدي والدكتور أحمد النيفر. مساء النور. كيف الأحوال؟ الحمد لله، أنت لاباس؟ والله بخير. الجمعة هذه والأسبوع هذا أحسن من الأسبوع الفات. أفضل صحيا شوية كتوعك صحي أثناء الحلقة السابقة. أي ما صاري والحمد لله. تورتيكولي بتتر من التغييرات المناخية تحدث بعض الأشياء أكيد لدى الإنسان. بالضبط. نتعامل. موضوعنا اللي باش نحكيو فيه في الجزء الاول، خلينا نعطيكم كيفاش نجموا تتواصلوا معنا. تكلمونا بالتليفون على 71 844 411 71 844 411. صفحه برنامج همسليل الصفحه الرسميه للتواصل معنا. سينو تابعونا صوت وصوره على صفحه اذاعه شباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بالناس الكل. موضوعنا اللي باش نحكيو فيه الحقيقه في اخر سهره اللي تعدات، قلت له تيا دكتور الموضوع هذا ما حكيناش فيه في السابق، اش قولك لو كان نحكيو فيه؟ فللامانه قال لي اي علاش لا نحكيو في الموضوع، ونتصور انه باش يتم تخصيص زوز اجزاء فيه على اعتبار انه الموضوع كبير برشا. دونك باش نحكيو على الاثار النفسيه والجسديه لضحايا الاغتصاب. الفتاة التي تعرضت أو المرأة التي تعرضت للاغتصاب، الآثار اللي تنجم تبقى في الجسد متاعها أكيد بعد فترة تزول، لكن فما آثار نفسية عميقة وعميقة جدا تنجم تقعد تعاني منها لفترة طويلة. وشخصية المغتصب، كان خلطنا باش نجموا نحكيو على شخصية المغتصب في جزء معين ممكن، لكن خلينا نحكيو على الآثار ربما من باب التوعية زاد كيف من باب نسلطوا الضوء على إشكال حقيقي وقت اللي نحكيو على الاغتصاب والأثار النفسية متاعه، حتى أنه الأخصائيين يتحدثوا على متلازمة الاغتصاب، واللي هو نوع من أنواع الصدمات النفسية اللي ترافق. دونك هيك خلينا سي ان غران تروماتيزم. بالضبط، هالتروماتيزم هذا خلينا نحكيو عليه، ونحاولوا انه وانت كانت عندك جلسات علاجيه دكتور مع عديد ضحايا الاغتصاب، هو ما يتم معاينته خاصة من هشاشة نفسية، من عدم ثقة في الطرف الآخر وفي الجنس الآخر، اللي تقعد للأسف الشديد حتى من خلال تجربتك العيادية تقعد لسنوات إذا لم تعالج في وقتها. ويظل يزد كيف أنه فما شكون اللي رفضت حتى أنها تعاود حياتها، معناها جملة رفض قاطع، والسبب هو ما تعرضت له في وقت ما من اعتداء جنسي يكون وحشي مرفوق بالعنف. سبقوني قلت أنه الآثار الجسدية تجم تمشي، معناها تختفي كدمات أو أثار متاع عنف شديد، لكن للأسف الشديد ما يبقى في نفسها وفي روحها المرأة حين تتعرض إلى الاغتصاب يرافقها لسنوات ويكون متعب ومرهق جدا لنفسيتها. صحيح. هو الاغتصاب نعرفه اللي هو يعني يعني أبشع أنواع العنف الجنسي، لأنه يدخل في إطار العنف الجنسي، يعني فهمت، الأجريسيون سيكسويل. أيوة. واللي راهي فيها الأجريسيون هذه فيها عدة حالات وعدة فصول وعدة وجوه، يعني فهمت، سواء كان لدى المرأة ولا حتى لدى الرجل بالضبط. أو لدى الطفل. يلزمنا زاد نعطيو ممكن جانب شوية اغتصاب الأطفال، لا بيدوفيلي ولا يعني حاجة من هذا القبيل، زاد فيها آثار كبيرة برشا، آثار نفسية وآثار صحية، حتى آثار عائلية، نقولش معناتها آثار عائلية. فكونه أن يقع اغتصاب شخص، يعني كما يقولوا وقعت اعتداء عليه جنسيا، وهنا نقول راهو الاعتداء الجنسي سواء كان بالعلاج أو عدم العلاج. حتى عدم العلاج نعطيكم بعض أشكال عيادية. أيوة. لشكل من أشكال الاغتصاب لفتاة أو لمرأة، يعني هي آثار سيئة للغاية. ودائما نذكر وقت البرنامج أنه راهو
معالجة آثار الاغتصاب هي معالجة تتم سميتها أنا ثلاثية الأبعاد، يعني لي تخوا فولي، يعني فما الفولي يعني البعد الأول والبعد العائلي. أيوة. إذا كان العائل ما تساندش ما تقفش، وعادة اللي شفناه أنه عندما يقع اغتصاب سواء كان لفتاة أو لفتى أو فتاة أو امرأة، عادة نقولوا احنا بلغة الدارجة يعني تبلع السكينة بدمها وتسكت. واشكال الاغتصاب نشوفوا كيفاش انت وشكل الاغتصاب انت درق وما تقولش وخبي انت والشخص المغتصب انت ومدى القرابة لهذا الشخص راهو تختلف في الآثار بشكل غريب. ف عندما نتحدث على الأشكال هذه والعناوين هذه يلزمنا نفهم راهو المغتصب هو إنسان عنده نزعة إجرامية، فقد كل الصفات متاعه. في هذا الإطار الحقيقة بحثت وخذيت بعض مقالات ودرست، لوجت أنه خاطر إحنا دائما في البرنامج متاعنا نقول أنه راهو ربي عطانا الإنسانية منذ بدايتها أنه الكائنات الحية الحيوانات اللي تعيش معنا لنا فيها عبرة، ولكم في الأنعام عبرة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. أطرحت سؤال: هل هناك اغتصاب لدى الحيوانات؟ بعض شو اكتشفت؟ بعض ما يسمى بعض الباحثين ولا الباحثات ربما خلينا نقول بظفرين هكا اللي فيمينيست اللي يحبوا يعطوا يعني نزعة كمان ايديولوجية طبيعية. في الواقع العلاقة الجنسية لدى الحيوان هي علاقة طبيعية، وهي علاقة أنا نسميها انستكتويل، يعني فطرية وتخضع لتغييرات هرمونية. قد نجد يعني نقولوا يعني العلاقات هذه مربوطة بتغييرات هرمونية وب يعني ارتفاع نسبة الهرمونات الجنسية اللي تخلي أنه الذكر اللي أتيغي يعني تجلب من طرف الأنثى بتاعه ويقع المباشرة بتاعه. دونك فما رغبة متبادلة، فما بحث، فما اتيرونس يعني جاذبية والعملية تتم بشكل هذاك. منيش تحدث على ربما الصراعات بين الذكور شكون مش يكون هو المال دومينو اللي مش يباشر كل الأناثي في المجموعة. هذيك سي نوتر ديمونسيون، يعني سي صراع من أجل البقاء ومن أجل يعني تحسين أو جودة النسل. صح، برافو. ولكن لوحظ لدى بعض الحيوانات مش كل، مثلا هناك بعض أنواع من الكلاب المتوحشة نوعا ما ربما فيها وقعت تغييرات فيها جينية حاجة كيما هكا، تتباشر ساعات كلاب أناثي ما عندها حتى يعني رغبة، ما عندها حتى إفرازات، ومش اون بريود دو شالور، يعني مازالت مش متهيئة تباشر، نظرا لأن كلاب عنيفة وقاسية فتستسلم هي، يعني في الواقع تستسلم. هنا نشوف من شخصية المغتصب والمغتصبة زاد أنواع، فحالات نادرة من هذا القبيل. شفنا زاد كيف ساعات تقع علاقات جنسية ما بين حيوانات من أصناف مختلفة، دغاس مختلفين، وهكا يمارس عليه ربما بعنف وكذا، ويخلقوا ربما هكا حاجة غريبة نوعا ما. ولكن هذه نادرة ونادرة جدا، لم أقول يعني ممكن شوهدت مرة أو مرتين في الطبيعة. ولكن حقيقة الأمر الاغتصاب ليس مسألة يعني نتحدث عن جريمة هي جريمة بشعة مثل الجريمة الأولى الإنسانية وهو قتل الشخص، فهي جريمة. والجريمة هذه مرتبطة بعديد العوامل، من عوامل نفسية، من عوامل ذاتية، من عوامل ربما أن الشخص
يعني ما لقاش استجابة للإثارة متاعه الجنسية إلا باستعمال العنف، والعنف الغير مبرر، وساعات العنف الشديد، حتى ربما الضحية تذهب يعني في حالة ربما غيبوبة ويمارس معها مهما كانت الظروف. ولكن هذا كله ما يبررش. ساعات تقع، أنا شاهدت حالات اغتصاب، ونسميها اغتصاب حتى في المترو، في الحافلات. مش كل يعمل علاقة، مش ثم عملية علاجية، ولكن يخرج عضو ويحطه بين ربما حتى الأفخاذ ولا حتى فوق الربع، هي اغتصاب. هذا كله يعتبر اغتصاب، وتحدث زاد كيف أزمة لدى الشخص اللي يقع عليه العملية هذه رغم عدم وجود علاج. فهنا الآثار النفسية والآثار الجسدية والآثار زاد كيف الاجتماعية متعددة ومتنوعة، ودرجة خطورتها نجم نقول مرتبطة أساسا ب يعني كيف وقعت هذه الحادثة، ومع من وقعت هذه الحادثة، وكيف تعاملت من وقع عليه الاغتصاب، سواء كان كما قلت لك فتاة أو فتى وقع عليه الاغتصاب، كيف تعامل مع هذه العملية الإجرامية. على الأغلب معناها النسبة ما عنديش رقم، لكن وإحنا نسمع حتى في همس الليل تطلب تليفون باش تثبت صارت عملية تحرش ربما في وقت ما وهي كانت صغيرة، شنو هذا يتسمى، شنو الآثار متاعه. لكن الأغلب إنه ما يقولوش يسكتوا. ما زلنا في مجتمعات اللي الخوف من بين ظفرين الفضيحة هو اللي يسيطر على عقول الناس. اليوم عندنا إشكال وقت اللي نتحدثوا على جريمة من أبشع الجرائم اللي تنجم تصير، جريمة الاغتصاب، نلقاو أنه الجاني إذا لم يتم إيقافه في المرة الأولى اللي اعتدى فيها على فتاة أو امرأة أو اعتدت فيه امرأة على، فإنه فما تكرارية بالحق، فما تكرارية باش تصير، وهذا باش يخلي إنه عدد الضحايا يكون أكبر وأكبر. معناها من هنا نقولوا ونسألك دكتور، وقت اللي الشخص الذي تعرض أو الضحية التي تعرضت إلى الاغتصاب تمشي وتشكي باش تاخذ حقها بالقانون، هل انه هذا في جانب منه يساعد اون باراليل مع العلاج؟ جانب علاج كبير برشا، لانه عندما تشكي وعندما يتشد الشخص ويتحاكم بالنسبه لي اخذت حقها. لانه هي جريمه مثل بقيه الجرائم. انت شخص اعتدى عليك انك براكاك وفك لك دبشك وشفته وصورته ولا حاجه وشدوه، تحبوا تحاكموا ولا ما تحبوش تحاكم؟ أكيد تحب تحكم. فوقت دائما، وهذا من قديم الزمان، أن الإنسان عندما يقع محاكمته من أجل أي جريمة فهو يعني اللي وقع عليه الجريمة يعني يبدأ فرحان، يبدأ ساعات يبدأ مش فرحان وقت الحكم ما يساعدوش ولا ما كانش في المناسب. أما العقوبة اللي يتحصل عليها المعتدي عندها دور كبير برشا. ولكن فما آثار أكثر حدة تقع للشخص يقع عليه هو عادة مرتبط آثارها ودرجتها بدرجة قرابة الشخص من المعتدي عليه، من المعتدي عفوا. أنت تذكر تقريبا من أسبوعين 3 المستمعة اللي بعثت وتحكي على بوها كيفاش تحرش ببناتها بعد ما كان في السابق يتحرش بهم هما زاد كيف نفس الشيء، لأنه لم يتم إيقافه. وتقول لك في كامل مداركه العقلية. دونك هنا هذا يخلق إشكال ويأكد كلامك في علاقة مسألة القرب. الأثر يكون أكبر وأقوى، لأنك تشوف الجاني يوميا أمامك موجود بجنبك تشوف فيه، ما تنجمش تعمل يعني أنا أو ما قاعد تعمل حد شيء. وذا يعني يخلق أول حاجة أن النظرة نحو الأب تتغير تماما. تولي ما عندوش بالنسبة له السلطة لدى الطفل، ما عندوش قوة، ما عندوش تمثيلية. يعني الأب عنده صورة مقدسة، عنده عرفت صورة عرفت كل هالة هالة حلوة برشا اللي موجودة. فإذا كان أنت يعني ترانسغريسي يعني اعتديت
وتجاوزت المسألة هذه والحد. ف يعني ما فما علاقة ابن أو بنت بأب، لا، علاقة أب يعني بنت ولا واحد بمجرم، مجرم اللي أصبح للأسف هو. وهنا حدة الجريمة هذه تؤدي في بعض الأحيان إلى اضطرابات نفسية يعني قاسية. وأذكر الحقيقة بكل صدق وبكل أسف حالة الفتاة متاع زغوان اللي تعدت معانا واللي عمرها 15 سنة، واللي اعتدى عليها في نفس الوقت الأب والعم في نفس الوقت، يعني بعملية علاج، واحد عملية علاج مهبلية والآخر عملية علاج دبورية، ويعني تدمير ويعني حاجة من فوق الخيال. والفتاة حامل في الشهر الرابع، ذكرها أمال ولا ذكرها، واللي وقتها حبينا أنا وياك بكل الوسائل أنه ناخذوا لي كوردوني، ما تعلقش احنا معاك، هاو نجيوك غدوة الصباح نكونوا أنا وأمال بحذاك في زغوال. وللأسف أن الفتاة هذه التجأت إلى الانتحار في ليلتها. هذا ما وقع وهذا المعلومات اللي جات. فالمسألة راهو عندها ان تروماتيزم انتانس، يقول لك يعني اثر نفسي عميق جدا، عميق جدا بالضبط. اللي يخلف يعني مش فقط انه يولي يعني ممكن يحزن نفسه، ممكن يولي معناها نحكيو على احيانا نجم تخلط حتى لمرحله نتاع سكيزوفرينيا، عنده شخص حالة اكتئاب حاده موجوده. النوم يولي يا في وضعيتين، يا وضعيه نوم هروبي يا ما عادش يرقد بالكل، يا يعدي الوقت الكل وهو راقد يا ما عادش يرقد بالكل. معناها هي الاكستريم هذا يا هذا، اثار نفسيه عميقه جدا. اللي يسموها اللي بسيكاتر يقول لك النيفروس بوست تروماتيك، يعني يجي حاله من الامراض النفسيه المزمنه في بعض الاحيان تولي مزمنه، تنجم تقعد معها في بوست تروماتيك بعد. وتروماتيزم هذايا ماني نتصور اقوى بكثير من برشا تروماتيزم. ما ننساوش ربما الحوادث الموت اللي يقع قدام الحادث في عائله الى غير ذلك، ولا كما شفنا اخيرا مثلا الزلازل، الكوارث الطبيعيه اللي تشوف قدامك ابناء او عائله وانت من هيك العائله كلها تنهار. فهذه من الحالات او من اثار النفسيه، هي انه تولي عندها انسورت دو نيفروز ساعتين بسيكوز بوست تروماتيك اللي لازمتها العلاج النفسي الدوائي والمتابعه بشكل كبير. هنا دكتور فما نقطه مهمه واللي قاعدين يسمعوا فينا توا، معناها كان هم متزوجين محبذ انهم يطبقوها، وكان ما همش متزوجين ياخذوها الفكره بعين الاعتبار، في انه يحكيوا مع صغارهم، انه يكونوا هما دي كونفيدون، صغارهم تكون عندهم فيهم الثقه، مصدر امان بالضبط، باش يعودوهم وقت اللي يتعرضوا لاي اعتداء من اي نوع يتصلوا بعائلتهم، مش يخبيوا وما يقولوش ولا وقف لك حد وبدا يحكي معك ولا لامسك في اي مكان من جسمك. دوك هذا هو الثقافه الجنسيه، يجي يحكي معنا باش نعرفوا كيش نتصرفوا. من بين زاد كيف الاثار نرجعوا لها بعد شوي خاطر وقت الاخبار شفت كيفاش قلنا باش نعملوها على زوز وشويه. نرجعوا بعد شويه باش نواصلوا معكم اللقاء مستمعينا على موجات اذاعه شباب مع برنامج همس الليل. زميلنا مجدي مشرقي من قسم الاخبار وموجز الانباء 9:30 ثم نواصلوا معكم اللقاء. همس الليل.